مساء الخير يا جماعة. لو بتتفرج عليا دلوقتي وبتسأل نفسك أنا عندي سنة وقعت أسيبها كده ولا لازم أعوضها؟ الحقيقة فقدان أي سنة بيأثر مش بس على الشكل، لأ كمان على المضغ، على الأسنان اللي حواليها وعلى العظم. فالنهاردة هنتكلم عن كل الحلول وهنشرح كل حل بمميزاته وعيوبه عشان نختار الصح ليك. كتير ناس بتقولك عادي سنة وقعت وخلاص، لكن الحقيقة لأ. لما سنة بتقع الأسنان اللي حواليها بتتحرك وبتتعب، العظم بيبدأ يدوب، بيأثر على نطقك ومضغك للأكل، الشكل العام بيختلف. يعني الموضوع مش تجميلي وبس، ده طبي وصحي كمان. زي ما انتوا شايفين هنا الأسنان بتبدأ تتحرك، السن اللي قصاد السن المفقود بيبدأ ينزل لتحت، والسنان اللي جنبها بتبدأ تحل محلها، وده طبعا بيعمل عدم توازن في الفك وعدم توازن ما بين الأسنان، وده طبعا ممكن يأثر على ويعمل لك مشاكل في الفك. اول حل معانا وهو زرع الاسنان. يعني ايه زرع؟ بنركب جزء معدني في العظم زي مسمار صغير كده، وعليه بيتركب السنة الصناعية. ده من مميزاته ان هو بيعيش سنين طويلة وثابت جدا مش بيقع، بيحافظ على العظم كمان. لكن مشكلته ان هو ممكن يكون محتاج عظم كفاية، لو مفيش عظم بنضطر ان احنا نعمل حاجة اسمها بون جرافت، ان احنا نبدأ نحط عظم نزرعه. وبرده في حاجة، في عيب شوية ان هو سعره اعلى من باقي الحلول، وبياخد وقت طبعا عشان العظم يمسك في السنة. لكن هو من احسن الحلول اللي بقت بتتعمل دلوقتي، حتى كتير من الناس بقوا بيعملوها دلوقتي، وبقت نسب النجاح بتاعتها عالية جدا اكتر من زمان بكتير جدا. احنا بنحط المسمار ده عشان حاجة تحاكي جذر السنة، فالعظم بيبدأ يمسك فيها، وده كده زرع الاسنان. تاني حل معانا وهو ان احنا نعمل كوبري او جسر. فكرته بسيطة، ان احنا بنحضر السنتين اللي جنب السنة المفقودة وبنبدأ نركب عليهم كراون ومعاهم الكوبري اللي بيعوض السنة. من مميزاته ان هو اسرع في التركيب من الزرع بكتير، وسعره اقل شوية، وشكله برضو طبيعي. لكن مشكلته ان احنا لازم نحضر السنتين اللي حواليهم. يعني ممكن ان احنا كده، يعني انت هتغامر ان انت تبوظ السنتين اللي حواليهم. تمام. وحاجة برضو ان هو مش بيمنع ذوبان العظم تحت السنة المفقودة، مش زي طبعا زرعة الاسنان، لانها بتحافظ على العظم. تمام. تالت حل معانا وهو التركيبات المتحركة، وده أقدم حل. بيتعمل زي قاعدة بلاستيك أو معدن وعليها سنة، بتشيلها وتنضفها وتحطها تاني. دي حاجة بتتحرك وتتشال وتتحط تاني. مميزاته طبعا ان ده ارخص حل من الحلول اللي احنا قلناها، ومناسب لو انا عندي اسنان كتيرة مفقودة كمان. لكن عيوب ان هو مش مريح طبعا زي الثابت، حاجة ثابتة في بقي، ومحتاج عناية وتنظيف مستمر، وبيحتاج شوية وقت عشان تتعود عليه. طب ازاي تختار الحل الانسب ليك؟ لو انت شاب صغير وعندك عظم كفاية، فهقولك ان الزراعة افضل حل ممكن تعمله، وهيعيش مدى طويل، وكأنك حاطط سن في بقك بالظبط. بس الميزانية بتاعته بتبقى غالية شويتين. لو عايز حل متوسط وسريع، يبقى التركيبات، وهي سعرها متوسط، وبتبقى ثابتة في الفم بشكل كويس، وبتحاكي السنة، عاملة شبه كده بالظبط الكراون. طيب لو الميزانية محدودة شوية أو فقدنا أكتر من سنة، فالتركيبات المتحركة هي الاختيار الأنسب لينا، لأنها حاجة بتتشال وتتحط، ولو أنا عندي كذا سنة مفقودة بتبقى مناسبة جدا. لكن في النهاية لازم طبيب الأسنان هو اللي يحدد معاك برضو بناء على حالتك. يا رب أكون وضحت ليكم كل حاجة عن تعويض الأسنان المفقودة. لو استفدتوا ما تنسوش اللايك والسبسكرايب، وشيروا الفيديو مع أي حد ممكن يحتاجه. أي أسئلة سيبوها في الكومنتات وأنا هرد عليكم إن شاء الله. سلام.